نادي الرجاء البيضاوي المغربي يدخل بقوة في سباق التعاقد مع اللاعب الجزائري يوسف بليلي. دخل النجم الجزائري يوسف بليلي في سباق مع الزمن من أجل التعاقد مع فريق جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويتواجد نجم المنتخب الجزائري في وضعية لاعب حر بعد انتهاء العقد الذي كان يربطه مع نادي أجاكسيو الفرنسي. ويسعى اللاعب المثير للجدل لاستعادة أفضل مستوياته البدنية والفنية في أسرع وقت ممكن، وذلك بهدف تجديد العهد مع المنتخب الجزائري انطلاقا من فترة التوقف الدولي المقبلة. وكشف موقع لاغازيت دي فوناك المختص في متابعة كرة القدم الجزائرية عن دخول نادي الرجاء البيضاوي المغربي على الخط من أجل التعاقد مع النجم الجزائري، ويسعى النادي البيضاوي لإعادة بناء فريق جديد قادر على الذهاب بعيدا خلال مشاركته المستقبلية في البطولات المحلية والخارجية. وأصبح الرجاء البيضاوي يختار في تعاقداته على المدرسة الجزائرية، حيث ضم لصفوفه خلال السنوات الأخيرة حارس المرمى غاية مربح، ولاعب الوسط عبد الرؤوف بن غيث، بالإضافة إلى المهاجم يسري بوزوق. وشارك الدولي الجزائري في إحدى مباريات الأحياء بمسقط رأسه في مدينة وهران، وظهر بعيدا عن لياقته البدنية بسبب زيادة واضحة في وزنه إثر ابتعاده الطويل عن التدريبات وكرة القدم الاحترافية. وتسعى عدة أندية عربية للفوز بخدمات اللاعب يوسف بليلي خلال الميركاتو الحالي، من بينها الترجي التونسي ومولودية الجزائر. وحمل المهاجم صاحب 31 عاما قميص فريقي بريست وأجاكسيو اللذين ينشطان في الدوري الفرنسي. وخاض اللاعب الجزائري 6 مباريات مع نادي بريست الفرنسي، صنع خلالها هدفين، وتحديدا خلال مباراة الجولة الثالثة أمام أنجي. كما لعب النجم الجزائري 17 مباراة مع نادي أجاكسيو في نفس المسابقة، سجل خلالها 6 أهداف وأهدى 3 تمريرات حاسمة.